السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متابعين الاعزاء، متابعين السلام والمحبه في ارناؤوط كوي، متابعين كره القدم والمحبه والمتعه. معنا كابتن حارس فريق ملك الحلب. كابتن، تقرير المباراه واضح، يعني 6-1 لفريق الخصم، فريق نسور سوريا. شو بتحكي لنا عن المباراه بشكل عام؟ اول شيء بتمنى لهم التوفيق للمباراه الجايه، وثاني شيء لعبوا احسن منا وكنتيجه بهنيهم فيها، وبنفس الوقت يعطيهم الف عافيه، وبتمنى لهم التوفيق في المباريات. كابتن شكرا كثير، ونتمنى لكم التوفيق كمان في المباريات القادمه. كابتن كريم شيخو، نتيجه 6-1 لصالح فريقك، شو بتحكي لنا عن المباراه؟ يعني هاتريك كريم شيخو، يعني 3 اهداف. الله يعطيكم العافيه يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الفريق كان والله كان يعني بالنسبه لاخلاقه كثير حلوه، واللعبه كانت كثير ممتازه من ناحيه انه اللمسات ويعني الروح الرياضيه. فنحن استغلينا نقط الدفاع، يعني نقط الدفاع اللي كان في عنده ثغرات كثيره انه بنقط الدفاع نحن استغليناها، والحمد لله رب العالمين، يعني جبنا نتيجه شرفيه. كابتن كريم، بشكل عام الانذارات شو بتحكي عليها؟ يعني شفنا انذارات بالجمله يعني مباراتكم. صحيح الانذارات، لانه كان في بعض الحساسيات انه صار، يعني انا متخلف بعض الحساسيات. كابتن، من وين الحساسيات؟ شو الحساسيات يعني؟ الحساسيات انه توضح اكثر يعني. لا، التوضيح اكثر انه الحساسيات صارت بالنسبه المناورات كانت من قبل اللعب، وهلا صارت يعني انه يعني عشان ما كان حاولنا نخفف الجو، بس زادت الحساسيات اكثر، وهالشيء سبب انه هالانذارات كلها. ما بعرف شو نحكي، يعني الحمد لله رب العالمين. كابتن كريم شيخو، بتمنى لك كل التوفيق في المباريات القادمه، وشكرا كثير، شكرا كثير لنسور سوريا، وشكرا ملك حلب. مشكورين كمان اداره السلام والمحبه. لا تقطعوا.